كنت حاسس ان انا محتاج اتكلم اكتر وما اتكلمتش كتير. نعيد. كنت حاسس ان لا انا محتاج اتكلم نعيدها اكتر لك شويه. والله العظيم نعيدها لك دلوقتي. سنة بتخلص وسنة جديدة بتبتدي، وده أنسب وقت نقعد مع اللي بنحبهم ونشاركهم مشاعرنا وإنجازاتنا وأحلامنا وأمنياتنا للسنة الجديدة. ده أحسن وقت نقوي فيه الرابط اللي ما بيننا. حلقة جديدة ورابط جديد. اكتر مره عيطت فيها او دمعت فيها في 2023 وليه؟ اكتر مره دمعت في 2023 من شهر. دي بط. لا مع الاحداث اللي حصلت وكده. ايوه صح اول اسبوع ده انا قضيته عياط يعني. ايوه صح، كنت كل يوم تقريبا. كلنا ايوه. بس دي اكتر حاجه حصلت السنه دي وفرحتك قوي. ممكن على مستوى البيج بتاعتي، لا بدات الناس بدات ترتبط بيا اكتر، بقوا بيحبوا زيزي اكتر. فدي حاجه كانت حلوه قوي يعني. دي حصلت فعلا في 23. صح. سنه فارقه في حياتي في السوشيال ميديا جدا. الحمد لله. الحمد لله. بتتمنى ايه يحصل في مصر والعالم في السنه الجديده؟ اللي بيحصل دلوقتي يقف. انا بالزبط. يعني نفس ما أمنيتي. اعرفش يتحل ازاي، بس نفسي اللي بيحصل دلوقتي يقف، مش عايز حاجه تاني بس. طيب اتمنى امنيه للسنه الجديده. اتمنى ان احنا نفضل كويسين مع بعض، بناتنا يبقوا في احسن حال، ما نتغيرش يعني، ربنا ما يغيرناش ويخلينا كل الناس اللي احنا بنحبهم. اسعد لحظه في 2023 هتقول ماتشات بس عشان لما مش عارف سافرنا مع بعض سفريه كده في النص. يعني السنه كانت عاديه، بس احنا في سفريه او سفريتين سافرناهم مع بعض كده بدون ترتيب. كانوا يومين حلوين. كانوا لذاذ. ايوه صح. بس متفائله بايه في 24 وليه؟ لولا باذن الله داخله المدرسه. دي دي حاجه تخوف. عارف احساس برضو اللي هي اللحظه زي مثلا احنا حسينا سعيد فريده بقى اللي هو الله داخله المدرسه، وبيبقى اول يوم لذوذ قوي ده. بس هي ليلى هتدمر سمعه فريده في المدرسه يعني احنا عشان كده ان شاء الله. بس فدي كانت اكتر حاجه متحمسه لها. احلى مكان زرته في 2023؟ احلى مكان مؤخرا بورسعيد. بصراحه رحنا بورسعيد وكانت اول مره نروح. جميله جدا، بلد قمر. انبسطنا. احلى اكله اكلتيها السنه دي؟ انا عارف الاجابه. ايه ده بجد؟ سمك الكلاب في بورسعيد. بس بالظبط كان حلو جدا، مع اني ما بحبش اكل سمك اصلا، ماليش فيه، بس بجد لا كان طازه وحلو، كان امور. لا بجد كانت حلوه. لو عجبتكم الحلقه تقدروا تطلبوا لعبه راس السنه من رباط وتعيشوا نفس الاجواء مع اللي بتحبوهم. ممكن تطلبوها من رسائل الفيسبوك، الانستجرام، تيك توك، وتوصل لكم لحد باب البيت. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتشتركوا في قناه رباط على اليوتيوب علشان تقدروا تشوفوا الحلقات الجديده كل اسبوع. نشوفكم في حلقه جديده ورابط جديد. ودعي 2023 في كلمه او جمله. مع السلامه يا اختي. بس يلا الحمد لله. طيب حلوه. شكرا. شكرا.